الست الحزينة تحسّوا دايمًا إن شكلها بيكبر قبل سنها، تحسّوا إن وشها بيعجّز بدري، حتى أسلوبها بيعجّز بدري، تحسّي إن شكلها بيتغيّر تمامًا. يمكن ممكن نقابل بنت لسه في 30 سنة وتحسّي إن من كتر الحزن ومن كتر الشقة والتعب اللي هي شافته، تحسّي إن هي كبرت أوي في السِن، تقولي دي عندها ييجي 50 سنة، عندها 45 سنة. ممكن تجري أنتِ بيها بالعمر 15 سنة فوق سنها الحقيقي، مجرد بس الحزن اللي مليان على وشها وعلى قلبها. وفي المقابل تلاقي بنوتة تاني نفس العمر وتشوفيها تقولي دي عندها 20 سنة، عندها 19 سنة، شكلها صغير. الاتنين ممكن يكونوا نفس السن، بس دي عايشة بحياة ودي عايشة بحياة تانية. يعني دي واحدة كل حاجة واخداها على أعصابها، مشاكل، حزن، دايمًا مكتئبة، كل حاجة عمّالة تملى قلبها، تملى قلبها لحد ما ظهر على وشها، على ملامحها. التانية بتستعين بربنا، بتكبّر دماغها شوية، شوية تزعل وشوية تفرح، وهي عندها أصلًا إقبال على الحياة، هي حابة الحياة، هي حابة نفسها وحابة شكلها وحابة حياتها. ما فيش حد على فكرة حياته طول الوقت كويسة، ما فيش حد ما عندوش مشاكل أو خالي من المشاكل، لكن في شخص قرر إن هو يعيش في أحزانه، وشخص تاني قرر إن هو خلاص يعني أنا هاتعايش وهاحاول على قد ما أقدر أغيّر الحاجات اللي بتتعبني، الحاجات اللي بتضايقني، هاحاول أتغاضى عن كل الحاجات اللي أنا بامُر بيها بتزعّلني، وما أقفش عند نفس الخطوة اللي أنا واقفة عندها. في ناس كتير جدًا وقفت عند لحظات في الماضي مش عارفة تتخطاها، حد غالي جدًا يعني اتوفى ليهم، مشاكل مرّت بيها في بيتها، يعني حاجات اللي هي زي كده، خلاص هي حاسة إن حياتها وقفت، مش عارفة تتقبّل إن هي تعيش بقى اللي جاي من حياتها وتخطط لمستقبلها. هي معتقدة خلاص أنا وقفت لحد كده، مشاكلي أنا خدت حظّي من الدنيا، وقفت لحد كده. شخص تاني المشاكل اللي مَر بيها أو الأحزان اللي مَر بيها بيبتدي يحققها لنجاحات، إن هو حاجات بيبدأ إن هي ياخدها كأنها تجارب، ويبتدي إن هو بقى إيه، مع الوقت أكيد مش هيعدّي بيها تاني وهيتلاشاها وهيبقى عنده خبرة كويسة في الحياة، فيقدر يتعامل بشكل أفضل مع الناس بعد كده. فأنتِ قدّامِك حل من الاتنين، يا تكوني الشخص اللي عايش في أحزانه طول الوقت ويزيد حزنِك، يا إما الشخص التاني اللي عنده إقبال على الحياة، مبسوط، فرحان. وعايزة أقول لكم حاجة، في حاجة هنا مهمة أوي، المقياس بتاع العُمر، لإن أنا شُفت ستات كتير جدًا بتخاف تكبر، تيجي عند سِن ال40 كده تحسّي أنا كبرت وخلاص وراحت عليَّ. في ناس بقى والله العظيم باشوفها 60 سَنة ويمكن عندها إقبال على الحياة أكتر من البنات ال25 و30 سَنة. خلاص لآخر يوم في عمرِك، يعني خلاص لو أنتِ عارفة إن أنتِ بُكرة آخر يوم في عمرِك، حاولي تعيشيه بما يرضي الله وتكوني قلبِك دايمًا سعيد. دايمًا القلب السعيد تحسّي إن هو صغيّر في السِن. مش إحنا بنشوف ناس كده تقولي إيه، ده روحها حلوة، دي روحها أو قلبها قلب طفلة صغيّرة وتبقى سِنّها كبير مش صغيّر. ده بيبقى راجع للشخص، الموضوع ده نابع من جوانا إحنا. ما لكيش دعوة بقى بالناس اللي حواليكِ، لإن الناس اللي حواليكِ دول مش هيتغيّروا. لو فضلتِ طول الوقت عايشة في أحزانِك على أمل أصل لمّا ده يخرج من حياتي، ولمّا أروح أعيش في بيت لوحدي، ولمّا أسيب بيت العيلة وحياتي هتتغيّر هتبقى أحسن، وتقعدي عاملة حاجة قصادها حاجة، اللي هو إيه، أنا لو عملت كده حياتي هتبقى أحسن، لو مشيت من بيت العيلة ظروفي أنا وجوزي وعيلتي هتبقى أحسن ونبقى مرتاحين أكتر، أصل أنا لو اشتغلت الشغلانة الفلانية هتبقى حياتي أكتر، أنا لو معايا فلوس كانت هتبقى حياتي أحسن. على فكرة ده أكبر غلط، أكبر غلط إن أنتِ تبقي عايشة مستنية حاجة تحصل عشان أنتِ مأجلة سعادتِك طول الوقت، مستنية ده يحصل عشان لمّا يحصل إن شاء الله ده أنا هابقى في حتة تانية خالص. اوعي تفكّري بالطريقة دي، لإن إحنا مش عارفين هو فاضل من العمر قد إيه، عشان خاطر نفكّر بالأسلوب اللي هو إيه، أنا لمّا يبقى عندي شقة كبيرة جدًا هاوضّب وهاعمل وهافرّح ولادي، لمّا أجيب وسيلة مثلًا زي العربية أو كده، ده إحنا هنخرج ونتفسّح. كل الحاجات السعادة المؤجّلة دي على ما أعتقد ما بتحصلش، لإن الأم السعيدة بتقدر تسعد ولادها بحاجات بسيطة جدًا، وبتبقى هي كمان شخص سعيد.
زي إيه؟ أنتِ لو يعني أنا اتكلمت في الموضوع دوّة، بُصّوا الحاجات اللي أنا باقولها يمكن قُلتها برضه كتير. آآ الست السعيدة الجميلة من جواها، اللي قلبها أبيض وتحسّي إن هي عندها سلام نفسي وحابة تدّي حُب وحنيّة وعندها طاقة حنيّة للي حواليها، بتعرف تسعد اللي حواليها بأقل حاجة وده كمان بيبان عليها. يعني الست اللي هي بتبقى بالشكل اللي أنا باتكلّم عنّه دي، بتكون هي عندها طاقة إيجابية بتقدر توصّلها للناس وده بيبقى باين عليها. حتى لو عندها مشاكل أو أحزان أو أيًا كان اللي في حياتها، تحسّي إن هو إيه، اللي يشوفها يقول دي ما عندهاش أي حاجة، دي شكلها كويس جدًا وما عندهاش أي حاجة. دي بقى اللي بتعمل إيه، دي اللي بتعمل دفى وحُب في البيت. دايمًا كنت أسأل هو إيه اللي بيخلّي في بيوت معيّنة كده دافية، تحسّي إن بيوت كده في يعني طمأنينة، تحسّي إن هُم مرتاحين، تحسّي إن في ترابط كده أسري. آآ ففي الآخر توقّعت إن ممكن تكون الست اللي موجودة في البيت حتى لو الراجل مش قد كده في المعاملة أو الراجل مش موجود أو أيًا كان، باحس إن الدور الأول للست، أمّا بتكون سعيدة ده بيظهر جدًا على بيتها وعلى شكلها وعلى ولادها وعلى جوزها، على كل اللي حواليها، تحس إن هي بتقدر إن هي تحتوي كل اللي حواليها فعاملة دفء، تحس إن هي إيه، لو جابت شوية ترمس كده ولمِّت الولاد حواليها وجوزها تحس إن هُم مبسوطين جدًا بأفضل من أحلى خروجة برّه، ما تقوليش أنا هاعمل كده لمّا يبقى معايا. يبقى الحاجة الأولى حاولي على قد ما تقدري قلبِك تفضّيه، ريّحيه شوية، عقلِك وقّفيه شوية من المشاكل والحاجات اللي أنتِ بتمُرّي بيها، وأنا عارفة إن في أمهات كتير فعلًا مضغوطين، وفي ستات كتير أوي شايلة أدوار تقيلة أوي، شايلة بيت وشغل ومسؤولية أولاد، يعني أنا عارفة إن الحمل تقيل جدًا فعلًا، بس أنتِ هتفضلي يعني كده لحد إمتى؟ أنتِ هتفضلي تقولي أصل أنا مش هاروق ومش هابقى كويسة إلّا لمّا الحاجات دي تتشال من عليَّ. ما هو كل فترة أنا باحس إن ليها شكل معيّن، كل فترة فيها مسؤولية غير التانية، النهارده أنا ولادي صغيّرين، فمسؤوليتي إن أنا أشطّف وأأكّل وأذاكر وأعمل الحاجات دي، شوية كده هيكبروا وهيعرفوا هُم يشطّفوا ويلبسوا وكده، هيبتدي بدل ما أنا كنت النهارده باعمل مجهود جسماني أوي وتاعبني جسمي، في فترة المراهقة هيتعبني عقلي أكتر، هُم خلاص قدروا إن هُم يلبسوا وياكلوا ويعملوا كل حاجة لوحديهم. بس لأ، الفكر بقى بتاع عقلي أنا خايفة عليهم من نَفْسهم، خايفة عليهم من صحابهم، خايفة عيّل يخرج خايفة عيّلة حد يضايقها، اللي هو إيه، هتبدئي كل شوية المسؤولية هي موجودة بس بتختلف. شوية كده كبروا بقى ما شاء الله على وِش جواز، فشايلة هَم إن أنتِ لازم تجهّزي وتختاري عريس كويس والحاجات اللي هي بتبقى زي كده. حتى بعد ما يتجوزوا هتفضلي برضه شايلة مسؤولية بنتي مرتاحة والّا مش مرتاحة، فتأكدي إن أنتِ هتفضلي في الموال ده على طول. فما تفضليش مأجّلة سعادتِك وسعادة أولادِك وسعادة اللي حواليكِ لمّا يبقى ده يحصل، لمّا ولادي يكبروا هابقى أنا سِت سعيدة. النهارده خُدي القرار إن أنتِ تبقي سِت سعيدة، ويبقى بيتِك دافي، تقدري إن أنتِ تحتوي أولادِك وتحتوي جوزِك، تحتوي الناس اللي حواليكِ اللي أنتِ بتحبيهم وهُم بيحبوكِ. ابدئي خلّي بُصّي، يعني أنا باتكلّم معاكم كلام مش مترتِّب، باتكلّم معاكم كلام أنا حاسّاه. هو إحنا ليه بنأجّل كل حاجة حلوة؟ يعني أنا كنت بابقى عايزة مثلًا أعمل لفاطمة بنتي عيد ميلاد، فأنا تفكيري إني لازم في عيد ميلادها دوّة أجيب حلويات كتيرة غالية، وأجيب حاجات، وأجيب هدية غالية وحاجات زي كده، فأجّلت عيد ميلادها مرّة و2 وأقول إيه لأ، أمّا الدنيا تبقى الظروف حلوة معايا أنا لازم أعمل لها عيد ميلاد كويس، بس مش مشكلة أعمله في ميعاده بس شوية كده ونعمله. لقيت نفسي مرّة و2 بأجّل ومع الوقت أنا بانسى أعمل لها العيد ميلاد بتاعها دوّة. فبعد كده لمّا قعدت مع نفسي كده وفكّرت قُلت هي فاطمة يعني إيه اللي ممكن يسعد بنت في السن ده؟ الحلويات الكتير والكلام ده، والّا مثلًا الناس اللي بتحبها يكونوا حواليها، والّا أعمل لها مفاجأة؟ المهم الموضوع خَد منّي شوية تفكير، ويمكن نزّلت معاكم عيد ميلادها اللي هو اللي فات يعني، اللي هو لسه كان في شهر 7 تقريبًا أو شهر 6. قُلت أنا هاجيب لها حاجة جاهزة
هاجيب لها تورتاية صغيرة، وأعمل حاجة بسيطة كده في البيت، وكام بالونة كده، وهاعزم يعني ولاد خالها ولاد خالتها، اللي هو بس كده ما فيش حد تاني، يعني حتى ما عزمتش صحابها ولا أي حاجة وفاجئتها. لو أقول لكم إن هي لا شايفة التورتة ولا شايفة الحلويات ولا شايفة أي حاجة، هي فرحانة بالبالونة وفرحانة بولاد خالتها اللي معاها بس. شوفوا أنا أجّلت فرحتها كام مرّة على أساس إن أنا عايزة أعمل لها حاجة ببالي تتبهر وتفرح بيها جدًا وتتبسط، بس في الآخر طلعت على فكرة مش هو ده اللي بيبسطها، مش هو ده أصلًا اللي مفرّحها، هو اللي مفرّحها وجود الناس اللي بتحبها أو الأطفال اللي من سنها هيجروا ويلعبوا شوية ويتنططوا ومعاهم البلالين، بس هو دوّة اللي كان مفرّحها جدًا، والحاجات اللي أنا جبتها دي ما بسطتهاش، بقت عادي، هي أصلًا والله ما كانتش منتبهة لها. فقررت إن أنا مش هأجّل سعادة ليها ولا لأي حد تاني، مش هأجّل إن أنا أقول الكلام الحلو اللي جوايا وأقول بعد كده هاقوله، ما ينفعش لمّا آجي أعاقب ولادي و وأنا جوايا في الوقت ده حُب ليهم أو حاجة أقول لأ، أصل أنا زعلانة منهم دلوقتي، لمّا أبقى أصالحهم هابقى أقول لهم الكلام اللي في قلبي، لأ خدي القرار إن أنتِ تقولي لهم الكلام الحلو ده دلوقتي، تأكدي إن أي وقت بيعدّي منِّك ما بيرجعش تاني. إحنا لمّا بنخرّج المشاعر الحلوة دي بتأثّر فينا أكتر ما بتأثّر في اللي قدّامنا على فكرة. أتحداكِ إن أنتِ شُفتِ أم فرفوشة ودمها خفيف عيالها نكديين أو جوزها نكدي، هتحسّي دايمًا الأم الفرفوشة ولادها كده يعني دمهم خفيف وروحهم حلوة، وتحسّي إن هُم ما عندهمش كلاكيع ولا عُقد ولا الحاجات دي، واخدين الأمور ببساطة، في سعادة، في أم ضخِّت السعادة في بيتها فملِت البيت بتاعها حُب ودفى وحنان. مش بالبيوت الحلوة، السعادة دي مش بالبيوت الحلوة، ولا البيوت المفروشة أحلى حاجة، ولا الكلام دوّة. أنا لمّا كنت مثلًا أحب أشتري حاجة في البيت، كنت بابقى مضغوطة بقى وأعمل جمعية وأجيب حاجة قسط والحاجات دي. أخلّص أجيب الحاجة، أبُص ألاقي نفسي عيني على الحاجة الإيه، يعني مثلًا أنا اشتريت حاجة في المطبخ، اشتريت مثلًا deep freezer وكنت محتاجاه جدًا. بعد ما جِبته لقيت نفسي ده أنا عايزة أجيب غسالة أطباق، لأ أنا عايزة أجيب الair fryer، أنا عايزة، لقيت نفسي متطلباتي دي تخلص، عايزة أجيب ده، ففضلت في ضغط، أنا مش عارفة أستمتع بالحاجات اللي في إيدي من كتر ما أنا باصة على الخطوة اللي بعديها بسرعة، فاهمين قصدي؟ يعني مثلًا أنا جِبت الdeep freezer كنت ممكن عادي آخد هُدنة كده وارتاح وأقول إيه ده أستمتع بقى وأجيب شوية حاجات وأشيله والحاجات دي، ولسه بقى خارجة من القسط بتاعه، فأنا مضغوطة، لقيت نفسي ضغطت نفسي تاني. قُمت جايبة جِبت air fryer بصّيت لقيت نفسي ضغطت، ما لحقتش أخرج، قُمت رُحت جِبت غسالة الأطباق، جِبت التكييف، لقيت نفسي عمّالة أضغط ومش عارفة أستمتع بالحاجات اللي في إيدي، عشان خاطر أنا الحاجات دي لمّا جات لي كانت جات لي وأنا مضغوطة، وأنا مضغوطة مثلًا ماديًا، فلقيت نفسي لأ، بييجي مصيف مش عارفة أروح، ييجي حاجات، فبقى في عندي السعادة اللي أنا المفروض مثلًا كنت خدت هُدنة بعد ما جِبت الحاجة دي، آخُد هُدنة، نطلع خروجة حلوة، نروح مصيف حلو كده، وبعد كده بعد شوية نجيب حاجة تاني، اللي هو ما ابقاش مأجّلة الحاجات اللي هتدّي سعادة لولادي ولجوزي ولينا، في مقابل حاجة في البيت، أنا عارفة إن هي ضرورية وأنا محتاجاها، وعاجلًا أم آجلًا كنت محتاجة إن أنا أجيبها، بس ما لحقتش إن أنا أفرح بكل حاجة جِبتها، لإني أنا ضغطت نَفْسي. أتمنى تكونوا فاهمين أنا عايزة أوصّل لكم إيه، إن أنتِ لمّا بتكوني إن أنتِ بتقولي مثلًا أنا لمّا أخلّص ده هابقى أجيب الحاجة دي هتفرّحني ودي هتفرّحني، وتلاقي نفسِك عمّالة تخشي من موال لموال، ما بتلحقيش تستمتعي. هو بس كل اللي أنا جاية أوصّله لكم النهارده، الكلام ده من قلبي جدًا ومش مترتّب زي ما قُلت لكم، الكلام ده أنا حاسّاه أوي ونِفْسي كل أم تحسّه، لمّا تكون جواكِ مشاعر حلوة لولادِك أو لجوزِك أو لأهلِك طلّعيها، ما تأجّليش سعادتِك تقولي لمّا يكون عندي حاجة أحسن، لمّا يكون معايا فلوس، صدّقيني، أو مثلًا تقولي إيه أنا عايزة أخرّج ولادي خروجة حلوة لمّا يكون معايا فلوس عشان أفرّحهم، لأ أنتِ تقدري تقومي تفرّحيهم دلوقتي، ولو ما عندكيش حتى شوية ترمس وشوية سوداني وحاجات زي كده، أنتِ ممكن تقومي تاخديهم في حضنِك وقولي لهم، ودايمًا قولي كده، قولي لابنِك أنا باحبك، لبنتِك أنا باحبِك. وبتحبيهم عشان هُم ولادِك، مش عشان هُم شاطرين، مش عشان هُم أحسن ناس في الدراسة، مش عشان هُم شكلهم حلو، لأ، أنا باحبكم حُب
وكده يعني، مش مشروط، ما لوش شروط، أنا باحبكم زي ما أنتم. طلّعي المشاعر الحلوة، طلّعي السعادة من قلبِك عشان تبان على وشِّك، عشان يبقى شكلِك سعيد. خلّي قلبِك من جوّه مش شايل أي حاجة لحد، نضّفيه من أي حاجة أنتِ شايلة من حد، زعلانة من حد. كل ما هتنضّفي قلبِك هيظهر جدًا على ملامحِك، وهيظهر جدًا على وشِّك، ابتسمي كتير، ما تخلّيش الحزن يكبّرِك، أنتِ لسه صغيّرة وجميلة. خلّي قلبِك دايمًا قلب طفلة. عايزة أقول لكم أنا رغيت كتير، بس أنا كنت حابة إن أنا أتكلّم مع كل أم وأقول لها ما تكبّريش نَفْسِك بدري، خلّيكِ زي ما أنتِ صغيّرة بقلب صغيّر لآخر يوم في عمرِك، وادّي البيت طاقة إيجابية ونشاط. بُصّوا أنا هنا باورّيكم عملت قراقيش، عايزة أقول لكم والله العظيم تحفة، جرّبوها بالطريقة بتاعتي، مش فاكرة أنا عملتها معاكم قبل كده والّا لأ، بس أنا هاكتب لكم المقادير على الفيديو، ويا رب كده يكون كلامي أثّر فيكم أو وصل لكم. أنا عارفة إن الكلام يعني مش مترتّب ومش متنظّم، بس أنا بافتح يعني باجي أسجّل باقوم سايبة نَفْسي وباقول كل اللي جوّايا، فيا رب يكون اللي في قلبي بيلمس قلبكم على طول. هتوحشوني جدًا وأشوفكم في فيديو جديد على خير.